اهلا وسهلا بكم اصدقاء، انا سلمى حجاج ودي قناتي تحفه تحفه، ولسه مكملين مع بعض في تحدي رسم الباترن. وفيديو النهارده الباترن اللي هنرسمها هتكون عن كلمه ايس كريم او مثلجات يعني. وكالعاده اول حاجه عملتها ان انا جبت السكتش بتاعي ورسمت فيها اكتر من شكل ايس كريم، وبعد كده هنقل الصوره ديت على اللابتوب وهعمل لها هنا كده بليس في ادوبي إليستريتور. هظبط بقى الابعاد بتاعه الصوره بتاعتي بالشكل دوت كده، وبعد كده هجيب الاداة بتاعه المستطيل وهرسم كده مستطيل فوقيها، وبعد كده بالسلكشن تول هسحب وهعلم عليهم هما الاتنين، ومن الكيبورد هعمل ماسكينج او كنترول 7 يعني عشان اعمل ماسك. وطبعا اقدر اغير في الكروب او الشكل يعني بتاع المستطيل دوت كده، ان انا اصغره بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بحيث يبقى عندي الجزء اللي انا عايزاه فقط. واللاير الاولانيه ديت اللي فيها الرسمه بتاعتي ممكن مثلا اسميها بقى المره دي سكتش، وهعمل لها لوكينج بالشكل دوت، ومن تحت بقى هضيف لاير جديده وهسمي اللاير ديت بقى هنا كده ديجيتال دروينج، وهعمل تحتها سب لاير تانية وهسميها 1، وديت هتكون اول وحده ايس كريم هنرسمها. هقرب بقى كده لاول وحده ايس كريم عندي بالشكل ده. والنهارده حابه ان انا ارسم بالبن تول، وطبعا دي حاجه ترجع لكم ان انتوا ترسموا باي اداه انتوا حابينها. وقبل ما ابدا في الرسم هختار من هنا كده ان الستروك بتاعي يكون لونه اسود، وهزود الستروك كده شويه عشان اكون شايفه الخطوط اللي انا برسمها. وهبدا بقى كده ان انا ارسم من تحت الاول الستيك كده اللي هي بتاعه الايس كريم او العصايه اللي بنمسك منها الايس كريم ديت، وهظبطها بالشكل ده. هعلي الستروك شويه واخليه 1، وبعد كده هعمل عليها شويه تعديلات بالكيرفيتشر تول عشان تكون مظبوطه عندي اكتر. بس قبل ما اعمل التعديلات دي هختار كنترول ار من الكيبورد عشان الرولر بتاعتي تظهر، وهنزل تحت كده هنا عشان اعمل الجايدز ديت، عشان ديت اللي هترشدني في الرسم بتاعي. وهعمل بقى على الستيك ديت شويه تعديلات. بعد كده هطلع واضغط كده على السلكشن تول واضغط بره، وبعد كده اجيب البن تول تاني وهبدا ارسم الايس كريم نفسه. وزي ما قلنا قبل كده ان طالما احنا عايزين نلون وعشان التلوين يبقى اسهل، فاحسن حاجه نعملها ان الباثز اللي احنا بنرسمها ديت تكون باثز مغلقه. يعني لما برسم الباث بتاعي ما ينفعش اسيبه مفتوح بالشكل ده، ولازم اتاكد ان انا قفلت الباث بتاعي هنا كده في النقطه اللي انا بدات منها، ارجع تاني واقفله، وهعدل كالعاده على الشكل بتاع الايس كريم نفسه. وبحاول بقى ان الاطراف بتاعه الايس كريم ديت ما تكونش حاده، لان ديت رسمه كده مفروض حاجه مرنه، يعني مش مفروض تبقى عندها زوايا حاده او تبقى زي كده الشكل الهندسي. هعمل بقى للطبقه دي كده نفسها كنترول سي وبعد كده كنترول في، عايز اعمل منها نسخه تانية. بعد كده هحطها كده عليها بالظبط، وابدا بقى كده من هنا ان انا ارسم بقى الطبقه بتاعه اللي هي هتكون الحاجه اللي فوق الايس كريم كده، زي بقى هتبقى الكريمه او الشوكولاته او اي حاجه بقى احنا عايزينها، وهعدل عليها لحد ما توصل للشكل اللي انا عايزاها بقى تبقى اكبر شويه، او يعني بره سنه كده الطبقه بتاعه الايس كريم نفسها، ورفعتها فوقيها بالشكل ده. وبكده ابقى خلصت رسمة الايس كريم الاولانية. وممكن بقى لما اجي لفقرة التلوين لو في اي تعديلات ساعتها هلاحظها وهعدل عليها. هنروح بقى عشان نرسم الايس كريم التاني، وكالعادة عندي لايرز هعمل سب لاير جديدة وهسميها 2، وهقفل كده ال1 ديت عشان ابقى مركزة، وهقف في 2 عشان ارسم. هجيب البن تول مرة تانية، وزي ما قلت لكم براحتكم خالص، تقدروا ترسموا بالبن تول، تقدروا ترسموا بالبراش تول اللي انتوا عايزينه ارسموا بيه، والاسهل لكم ارسموا بيه. بس مثلا يعني ده كده شكل بتاع كون كده، او اللي هو بقى المخروطي دوت، الاسهل طبعا ان انا ارسمه بالبن تول عشان تبقى الزوايا والحاجه بتاعتي مظبوطه. بالكيرفيتشر تول بقى هروح رايحه كده مدياله كده ايه شويه نقاط كده زياده، عشان تحسس اللي شايف الرسمه بتاعتي ان الرسمه دي مرسومه بالايد، يعني مش مرسومه كده بالمسطره، ويأدي الرسمه بتاعتي كده زي روح. طبعا انا رسمت الكون الاول لان الكون او الحته اللي هو المخروط دوت هيكون تحت، وهتيجي فوقيه الطبقه بتاعه او العنصر بتاع الايس كريم نفسه. هجيب بقى جايد كده واحطه تقريبا يعني في منتصف كده الكون دوت كده بالنظر، وهجيب القمه بتاعه المخروط دوت واحطها هنا، لان طبعا واحنا بنرسم بالايد الرسمه مش بتكون مظبوطه احسن حاجه، فاحنا بنحاول نظبط الحاجات اللي عملناها غلط على السكتش هنا على ادوبي إليستريتور. هجيب بقى البن تول وهبدا بقى ارسم الايس كريم بتاعي. طبعا الايس كريم بتاعي ممكن عادي براحتي ارسمه بالبن تول، وكذلك برضو ممكن ارسمه عادي جدا بالبراش تول حسب الاسهل لكم. انا بالنسبه لي الاسهل ان انا ارسمه كده،
وبعد كده ابقى ازود الخطوط الدواخل ديت في الاخر. طبعا زي ما قلنا نهتم قوي بان احنا نقفل الباث بتاعنا في النهاية. هجيب بقى الكيرفيتشر تول واي نقط انا مش عايزاها هروح مسحاها بالشكل دوت. طبعا هلاقي ان في بعض النقط اللي اتحطت لي اضافية ملهاش لازمة. الخطوط الداخلية دي ممكن اعملها دلوقتي ان انا اشد ده مثلا كده واحطها هنا، او ممكن ان انا اعملها بقى كخطوط يعني منفصلة، يعني في طبقة تانية لوحدها او في باث تاني لوحده زي ما هوريكم دلوقتي. بعد كده بقى هجيب البن تول مرة تانية بعد ما ضغطت بره، هاجي هنا عايزه بقى اعمل الرسومات بتاعه الايس كريم ديت. هاجي اقف هنا كده واضغط ضغطه واحده وبعدين اعمل كده، ومن هنا كده من ستروك هختار ان النهايه بتاعه الخط بتاعي تكون دائريه بالشكل ده. وبعد كده هجيب البن تول مره تانية وبرضو وانا واقفه هنا كده وهسحب بقى وهعمل برضو الخطوط اللي انا محتاجاها. اضغط بره واروح اختار البن تول مره كمان واعمل بقى مره كمان الخط اللي هنا ده. وممكن لو الخط ما ظبطش معايا من اول مره عادي خالص ان انا اعدل عليه تاني بالكيرفيتشر تول. هنزل بقى تحت واعمل الاشكال اللي عامله زي حرف الاكس ديت في الكون بتاعي. بس قبل ما اعملها هعلم كده على الجايدز ديت وامسح بقى دلوقتي اللي ملوش لازمه عشان ما يخيلنيش وانا برسم. وهرسم بقى الخطوط اللي هي مفروض موجوده كده في الايس كريم. هحاول ان هي ما تبقاش خطوط مستقيمه 100%، يعني هحاول ان هي يكون فيها كده زي انحناء او بسيطه. وهراعي بقى في اللايرز او ترتيب يعني الطبقات ان الخطوط ديت هتكون موجوده فوق خالص فوق الكون دوت او الشكل المخروط بتاعي دوت. ودي حاجة نقدر ان احنا نعملها، سواء ان احنا نرسم الاول الايس كريم بتاعنا وبعدين نرسم الخطوط اللي هتيجي فوقيه، او عادي ان احنا من طبقة لايرز هنا نرتب الحاجة زي ما احنا عايزين، زي كده ما كنا شرحنا في الرسمة او الباترن بتاعة المجات او الاكواب اللي فاتت، ان بيكون في طبقة بتيجي فوق طبقة تانية. نقدر ان احنا نراعي دوت عن طريق ان احنا اساسا نرسمهم من الاول بترتيبهم الصحيح، او نرسم عادي باي ترتيب لكن في الاخر نرتب الطبقات. وده هيوضح اكتر اثناء التلوين. لو في اي طبقة مش موجودة في مكانها الصحيح هنقدر ان احنا نرجعها تاني. ودي بقى حلاوة فعلا الرسم الديجيتال، ان في حاجات كتيرة او تقريبا كل حاجة نقدر ان احنا نعدلها. وانا برسم الخط كده ببدأ من هنا، ولما باجي اقف في اخر الخط بعمل بس كده زي شدة بسيطة اللي هي انحناءة بسيطة في الخط بتاعي، بحيث ان الخط بتاعي ما يبانش كده كأنه مرسوم بالمسطرة. بعدين بختار السلكشن تول، اضغط بره، ارجع تاني اجيب البن تول وارسم بالشكل ده. هقف هنا كده اول ما يكتب لي باث عشان دي النهاية بتاعتي اللي انا بقف عندها. وده كده الايس كريم التاني معانا. هنروح بقى هنا كده ونعمل سب لاير جديدة ونسميها 3 او 3، وهنسحب الجايد دوت كده معانا. خلاص ما بقناش محتاجينه هنا، نحطه تقريبا في منتصف الايس كريم، لان زي ما قلنا ان دوت رسم يدوي بيبقى فيه كده الدنيا معوجة ومش مظبوطة. احسن حاجة نضغط تاني على لاير 3 عشان نتأكد ان احنا واقفين فيها مظبوط. هنجيب البن تول، وكالعادة انا بحب ابدأ برسم الستيك نفسها، وهراعي ان ده منتصف الستيك بتاعتي اللي هو الجايد دوت. وزي ما قلنا اهم حاجة عندي تبقى باثز مقفولة. مع الوقت هتركزوا بقى ان الحتت المتدارية مش لازم تهتموا بيها قوي، يعني دي نهاية الستيك بتاعتي هتبقى متدارية تحت الايس كريم نفسه، فمش لازم ارسمها يعني مظبوطة لانها كده كده مش هتبقى ظاهرة. فبالعكس انا ممكن ان انا ارفعها كده لفوق شوية وارسمها بقى باي شكل انا حباه ومهتمش اصلا بالتفاصيل اللي موجودة فيها. بعد ما رسمتها هوديها كده شوية بالاسهم بتاعت الكيبورد او حتى احركها بالماوس عشان عايزة اخلي الجايد كده في المنتصف بتاعها. هظبطها بقى كده بالكيرفيتشر تول، وبعد كده هضغط بره وابدا ارسم الايس كريم نفسه. والايس كريم دوت من اسهلهم عشان ما فيهوش يعني تفاصيل كتيره وكله حاجات متكرره. فهبدا كده من هنا وهروح رايحه الناحيه التانية كاني ماشيه خط مستقيم، وبعد كده هسحب وهشد كده لتحت عشان ارسمه. بعد كده هطلع برضو فوق خط مستقيم، هاجي هنا كده عند القمة اعمل الانحناء ديت، وهاجي تقريبا في المقابل للنقطة دي عملت الانحناء التانية. وبعد كده هنزل هنا بالشكل دوت وهعدل عليها. زي ما قلنا دوت ايس كريم يعني مش لازم يبقى فيه زوايا حادة، وبرضو الموضوع يرجع لكم. يعني انا مش عايزة اعملها زاوية حادة 100%، لكن برضو مش عايزاها تبقى منحنية بزيادة. فبعمل ايه؟ بعمل كيرف كده هنا واحط النقطة اللي بعده على طول. يعني هنا برضو نفس الحكاية، دي كده بقت نقطة كيرف مش نقطة زاوية. هعمل برضو نقطة بعدها تكون موجودة فوقيها بحيث تلملي الانحناء بتاعتها بسهولة.
هنيجي بقى دلوقتي لرسم الطبقات اللي موجودة هنا بالشكل دوت. الايس كريم بتاعنا المخطط دوت عندي كذا اوبشن، يا اما ارسمهم كل واحدة فيهم منفصلة، يعني لو انا ناوية اخليها لون ولون، ولا انا ناوية اخليها كام لون بالظبط. فلو انا ناوية اخليها لون ولون زي ما رسمنا المج اللي فات، فمثلا يبقى ده كده اللون الاولاني، هرسم بس هنا جزء كده، وهرسم هنا جزء كده، وهرسم هنا جزء كده. لكن لو انا بقى عايزة ارسمها كل جزء منهم او كل بلوك من دول كده منفصل، فهعمل كنترول سي، وبعد كده من edit هعمل paste in front زي ما انا بالشكل ده، وهروح رايحة بالكيرفيتشر تول مثبتة كده دي عندي هنا، ومثبتة النقطتين دول هخليهم كده قدام عيني، وهمسح كل النقط الزيادة اللي هنا دي بحيث ارسم بالاستعانة بالرسمة اللي انا كنت رسمها قبل كده. بعد كده هاخد برضو دي كده كنترول سي، ومن edit هعملها paste in front، هنزلها كده لتحت شوية وهعدل عليها. طبعا براحتكم خالص، تقدروا بقى تعملوا نفس اللي انا بعمله دوت، تقدروا ترسموها من الاول لو انتوا حابين من الصفر خالص، تقدروا تخلوا اصلا ايس كريم كله لون واحد، حسب بقى الرسمة اللي انتوا رسمينها وحسب الحاجة اللي انتوا حابين تعملوها. وهظبطها بالشكل ده. هنكمل بقى رسم بقية الطبقات بنفس الطريقة، يا اما بالتكرار اما بان احنا نرسم طبقات جديدة. رسمت بقى طبقة كمان، وهسيب الاخرانية ديت فاضية لان هي كده كده هتكون الطبقة اللون يعني نفسه اللي هي اصلا الكبيرة ديت، ودول مغطين عليها، وهتفهموا دوت اكتر واحنا بنلون. هاجي هنا بقى كده وهعمل سب لاير جديدة وهسميها 4 عشان ارسم الايس كريم رقم 4، وهقف فيها بالشكل ده. وطبعا كالعادة هبدأ من تحت وهرسم الكون بتاعي او المخروط يعني نفسه، وهشد كده. دي في حركة كده بتحصل لما بنعمل لاير جديدة، ممكن تكون بتحصل معاكم لما بنعمل لاير جديدة ونيجي نرسم فيها ونختار البين تول. بلاقي البين تول عندي الاعدادات بتاعته مش زي الاعدادات اللي فاتت، يعني هلاقي الستروك هنا مش موجود اصلا. عايزة بقى بدل ما اقعد اظبطه من الاول واختار اللون الاسود وكده، فالحركة عشان تسهلوا يعني على نفسكم الموضوع، بدل ما تروحوا تختاروا تاني اللون الاسود وان الستروك يكون سمكه كذا، انتوا تختاروا السلكشن تول من هنا، تضغطوا ضغطة واحدة هنا كده، هتلاقوا الستروك رجع لكم بنفس الاعدادات بتاعة الستروك ده، وترجعوا بقى تقفوا في لاير 4 وتختاروا البين تول. ودي عادي متعلم عليها كده، طالما انا واقفه بعيد عنها مفيش اي مشكله. هقف بقى هنا كده وارسم، هلاقيه بيرسم لي بكل سهوله. وزي ما قلنا الكون بتاعي دوت او المخروط او اللي هي البسكوته بتاعه الايس كريم، انا عايزاها كده يكون فيها شويه انحناءات، مش عايزاها تكون مظبوطه 100%. فرسمتها بالشكل دوت، وكالعاده هعدل عليها بعض التعديلات البسيطه. اضغط بره وارجع ارسم الجزء اللي فوق دوت من البسكوته بتاعتي، وهعدل عليه بالشكل دوت، وهراعي انا عايزه ايه العنصر اللي يجي فوق التاني لما تكون الرسمه بتاعتي متلونه، لان دوت هيسهل عليا كتير جدا. بعد كده هنرسم البولات بتاعه الايس كريم ديت بطريقه سهله جدا، وهي بالدايره بكل سهوله كده عشان نسهل على نفسنا. نرسم الدايره الاولانيه اللي هي اكتر واحده متداريه، زي ما قلت لكم نقدر ان احنا نعدل بعد كده في اللايرز، يعني لو حابين نعمل شويه تعديلات مين ورا مين ومين قدام مين. لكن ممكن لو احنا واخدين بالنا من البداية نعدل على الموضوع، يعني دي اكتر واحدة ورا الدايرة ديت هعمل لها كنترول سي كنترول في او كوبي اند بيست. الدايرة اللي بعد كده اللي هتبقى فوقيها او بولت الايس كريم اللي فوقيها هي ديت، وهعمل لها اديت برضو بالكيرفيتشر تول، بحيث دوت بيسهل عليا ان انا مش محتاجة ان انا اقص الدايرة هنا بالشكل ده، لان هعتمد على مين بيداري على مين ومين ظاهر قبل مين. وبعد كده بقى هنعمل برضو الدايرة التالتة او البولة التالتة من الايس كريم بتاعنا، حطها كده بيست هنا بالشكل دوت، وهعدل عليها بالكيرفيتشر تول بالطريقة دي. هعمل بقى دلوقتي الخطوط اللي موجودة هنا في الكون دوت برضو زي ما عملناها المرة اللي فاتت، ان انا هقف هنا كده وبالبين تول هعمل خطوط واضغط كده واميلها شوية صغيرين مش كتير، وبعد كده اضغط بره وهكمل بقية الخطوط بنفس الطريقة. هشيل بقى الصورة بتاعتي كده، يعني هشيل العين اللي جنبها اعملها هايد بالشكل دوت، ودول كانوا اشكال الايس كريم بتوعي. الرسومات دي كمان تقدروا مثلا تعملوا بيها كولرينج بوكس او كتب التلوين، وده هيسهل عليكم كتير جدا ان انتوا حتى مش محتاجين انتوا تلونوها. ودلوقتي بقى نيجي لاحلى فقرة وهي فقرة التلوين. يلا بينا. اخترت بقى مجموعة من الالوان وعملت هنا كده لاير جديدة سميتها كولرز، واخترت مجموعة الالوان ديت، وهنبدأ بقى دلوقتي نلون الرسمة بتاعتنا.
وكل اللي هنعمله هو اننا هنختار العنصر اللي احنا عايزينه كده ونضغط اي من الكيبورد اللي هي الاي دروبر تول، واحنا ضاغطين شيفت عشان ما نضيعش الستروك بتاعنا هنختار الحاجة اللي احنا عايزين نلونها بالشكل ده. وبعد كده هنضغط على الطبقة اللي فوقيها ونختار اي العنصر اللي بعده يعني، ومثلا نختار بقى لون الشوكولاتة واحنا دايسين شيفت، ممكن يكون اللون دوت او اللون دوت. نختار بقى الالوان زي ما احنا حابين. وكده لونت الايس كريم الاولاني. طبعا وانا بلون بقى عماله اقول اختار اللون دوت ولا اللون دوت، وبغير كده في الالوان زي ما انا عايزاه. واهم حاجه ان انا وانا دايسه شيفت اختار اللون اللي انا عايزاه. وبعد كده هنروح للايس كريم التالت ونلونه. وحابه اقول لكم ما تنسوش ان كل اكواد الالوان موجوده على البوست اللي على المدونه لو عايزين تستخدموا نفس الالوان بالظبط اللي انا مستخدماها. وهلون بقى الايس كريم الرابع معايا بالشكل دوت. وده اللي انا كنت اقصده بالنسبه ان احنا نرسم الحاجه اللي ورا الاول وبعد كده نرسم الحاجه اللي قدام اللي هتغطي عليها. انا بمجرد ما لونت دي وبعد كده لونت دي غطت عليها. وهتشوفوا دلوقتي ان انا لما لون دي هتغطي على الجزء الاصفر دوت. بصوا ازاي هنديها مثلا اللون الاخضر دوت بالشكل ده، غطت عليها على طول. وبمجرد برضو ما لون دي هتغطي على اي خطوط سوداء موجوده عندي. هنتاخر بقى الالوان بتاعتنا ديت كده على جنب وهرفع دول فوق بالشكل دوت عشان نبدا في اهم خطوه عندنا النهارده وهي خطوه الباترن. واللي بعمله بقى ان انا باجي هنا كده واعمل لاير جديده خالص وهسميها فور باترن، وهاخد دول كده كنترول سي وهتاكد ان انا واقفه هنا كده في فور باترن واعمل لهم كنترول في زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحب احط نسخه احتياطيه واعلم على كل ايس كريم فيهم واعمل له كنترول جي او احطهم في جروب. رصص الباترن بتاعتي كده بشكل مبدئي. ولو عايزه مثلا اكبر عنصر منهم وانا ضاغطه شيفت كده بكبره بحيث ان كلهم يكونوا تقريبا في نفس الحجم، ما فيش واحد فيهم كبير قوي والتاني فيهم صغير قوي. فعشان دوت ودوت فيهم الوان كده من بعض فبعتهم شويه عن بعضهم. وبعد كده هعلم عليهم بالشكل دوت ونيجي للخطوه الجميله بتاعتنا وهي اوبجكت. وبعدين هنزل تحت على باترن وبعدين اختار ميك. هتطلع لي رساله هضغط عليها اوكي وهلاقي الباترن بتاعتي موجوده بالشكل ده. حرك بقى العناصر اللي انا عايزه احركها زي ما انا عايزه واظبط الباترن بتاعتي زي ما احب. ومن هنا كده هختار هل انا عايزه بقى بريك باي كولم، عايزاهم كده يكونوا متباعدين عن بعض ولا عايزاهم بريك باي رو. هعدل على الحاجات ديت لحد ما اوصل لاكتر شكل انا عايزاه. والشكل اللي اخترته هو بريك باي رو 2/5. هسمي الباترن بتاعتي دي كده ايس كريم باترن او هسميها اي حاجة انا عايزاها. وبعد ما اظبطها زي ما انا حابة وهضغط done. وهنختار الاداة بتاعت المستطيل ونرسم هنا كده مربع بالشكل دوت، نشيله الستروك ونيجي هنا نضغط على الفيل كولر. وهنا كده من سواتشز هختار الباترن بتاعتي ودي كده بقت الباترن عندي شكلها لذيذ جدا وحلو جدا وتحسوا كده بالصيف كده داخل علينا اول ما نشوفها. ودي كده كانت الباترن بتاعت النهارده والتصميم بتاع النهارده وازاي انا عملت التصميم ده بالتفصيل. قولوا لي بقى انهي احلى ايس كريم عجبكم في اللي احنا رسمناهم دول واكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. وما تنسوش تبعتوا لي المشاركات بتاعتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام، هنشر باساميكم في البوست الخاص بالتحدي على المدونه. وعشان ما تفوتوش الفيديوهات الجايه اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس واختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تابعونا على المدونه فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد وتحدي جديد. دمتم بخير، باي باي.